بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن تفسير رؤية الشنطة في المنام. الشنطة في المنام من الرؤى اللي بتتكرر وبيجيلي عنها أسئلة كتير. الشنطة في المنام دي بتوحي بحياة الواحد وبالأسرار وبممتلكاته وبحياته الخاصة، وبتختلف تفسيرها من شخص لآخر. زي ما احنا قلنا الأحلام بتختلف من الحالة الاجتماعية، يعني المتزوجة غير البنت العزباء، غير الرجل اللي بيشتغل غير طالب العلم. فكل حلم بيبقى خاص بالحالة الاجتماعية بالشخص اللي هو حلم بيه. أول حاجة هنتكلم زي ما احنا قلنا عن تفسير الشنطة. لو شخص حلم بشنطة جديدة فدي بداية مشروع جديد ليه، أو أمور هو هيدخل فيها في حياته الخاصة. يعني لو حد مثلا مش متجوز، فدي حياة جديدة بالنسبة له وإن هو هيتجوز إن شاء الله. لو حد لسه بيدور على شغل فدي فرصة شغل بالنسبة ليه. لكن لو شنطة قديمة، فده معناها إن الشخص ده بيفكر في الماضي كتير وعنده ذكريات كتير متعلق بيها ودايما بتيجي على باله. ولو شخص حلم بشنطة فاضية فده بيبقى يعني انذار ليه ان هو حياته فيها فراغ جامد، فيحاول ان هو يملأ الفراغ اللي في حياته دوت بشغل او بالعبادة، وان هو ما يحاولش ان هو تكون افكاره مشتتة. لكن لو شنطة مليانة اوراق كتير وحاجات كتير، ده معناها ان الشخص ده وراه مسؤوليات كتير وبيتحمل أعباء كتير هو شايلها على كتفه لوحده، لو هو شايل الشنطة دي لوحده. طب لو هو بيدور على شنطة وما لقاهاش، فدي كان في فرصة عمل بالنسبة له، أو في فرصة هو كان هيدخل فيها يعني تخص مستقبله، والفرصة دي مش من نصيبه. لو شخص بقى حلم بشنطة لونها أسود، فدي معناها إن في أمور فيها غموض او اسرار هو شايلها لوحده، من نوع اللي هو مش بيفضفض، ما بيبقى شايل الهم لوحده، ما بيشركش حد فيه. لكن لو شخص حلم بشنطة فيها مال وذهب، فالشنطة دي معناها ان هو في رزق جايله، رزق وفير، او ميراث هو كان مش بيفكر فيه، مثلا خلاص يئس منه والموضوع دوت اتفتح تاني وهيجيله رزق منه، رزق وفير. لكن لو بنت حلمت بشنطة فيها فلوس وذهب، فده بشرة خير ليها ان في عريس جاي لها، والعريس ده هيكون ليه شأن عالي وهيكون ميسور الحال. ولو طالب علم حلم بشنطة ماسكها وشنطة جديدة ومبسوط بيها، فده معناها على ان هو دليل على نجاحه وتفوقه في الدراسة. ولو سيدة متزوجة حلمت بشنطة والشنطة شكلها حلو وجديد، بشرة خير ليها بالحمل، أو بشرة خير ليها برضك باستقرارها العائلي. لكن اللي مش حلو في الشنط لو شنطة قديمة ومتقطعة، فده دليل على هموم أو مشاكل هيمر بيها الرائي، فيكون على حذر في الفترة اللي جاية وما يتسرعش في أي قرارات يعملها. لأن زي ما احنا قلنا الأحلام بتبقى جزء منها بشرة خير، وفي جزء منها بيبقى إنذار. فما ناخدهاش كده هباء، لا نهتم ان احنا لو حاسين ان الحلم فيه انذار، يبقى الفترة اللي جاية نحاول ان احنا نفكر في قراراتنا وما نتسرعش، ونحاول ان احنا ناخد الامور بهدوء وبتريث، لان الحلم بيبقى جاي رسالة. ويا رب دايما كده بشركم بالخير ويدخل بيتنا الفرح والخير والسعادة. وزي ما احنا قلنا الأحلام دي بتبقى من عن الرؤى، بتبقى من عند ربنا سبحانه وتعالى، بيديها لنا ان احنا نكون على حذر، او بتبقى بشرة خير. فدايما ما ناخدش الامور لو حاسين ان الحلم ليه معنى، نحكيه لحد يكون بيفهم في الأحلام، وما نتسرعش في تفسيره، لأن تفسير الحلم لو اتفسر من أول مرة يعني بيبقى الواحد المفروض ان هو يفسره لحد ذو علم وذو خبرة. ولو حلم احنا حاسين ان هو مش حلو وفي انذار جامد، ما نحكوش لحد،
بس نحاول إن إحنا نكون على حذر في الفترة اللي جاية. ويا رب كده يدخّل بيتنا الخير والفرح والسعادة، ويجعلني دايمًا كده أبشّركم بالخير. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير، وتابعوني على قناتي. وأي حد ليه تفسير حلم عايز يسأل عنه يبعت لي في الكومنتات، وإن شاء الله أرد عليه. ويا رب كده دايما أبشركم بالخير.